اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا يحلى كلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا نعمل كوكتيل حلو قوي. حلو العصير في الصيف والحر ده، ممكن نعمل لاولادنا عصير في البيت باقل امكانيات وبسرعه جدا. حتى لو عندنا ضيوف ممكن نعمل الوصفه دي حلوه قوي. عملنا من كل نوع، عملنا 8 كوبايات حلوين قوي قوي، من 3 صوابع و3 وحدات من الموز وشويه من التين الشوكي. حاجه كده في منتهى الجمال. معايا اول حاجه هنا ده التين الشوكي. ممكن حتى لو هو مش مسكر او مش حابين ناكله ببذر ممكن نعمله عصير. اول مره حد يعمل العصير ده، واول مره نعمل عصير الموز بالطريقه دي. معايا اول حاجه هنبتدي بالكوكتيل الموز. كوبايه من السكر، نص كوبايه من النسكويك، مش الكاكاو، النسكويك. ومعايا هنا كوبايتين من اللبن. طبعا لو عايزه ازود لبن اكتر من كده عادي مفيش مشكله، بس انا حابه يبقى تقيل. هنضيف كوبايتين من اللبن كده، وهنضيف 3 وحدات الموز اللي معانا اهمت بالتدريج. هنضربهم معانا في الخلاط من غير ميه، هو لبن والنسكويك والسكر والموز. هننزل كده نصب بيهم 4 كوبايات في منتهى الجمال والروعه، ومغذيين طبعا. لو ولادنا كمان عندهم انيميا والحاجات دي كلها وما بياكلوش الفاكهه، ممكن ندخل لهم الفاكهه في العصير. كله بيحب العصير، والحاجه لما بتبقى ساقعه في الحر ده بنشرب. خلصنا كده نبتدي بقى بعصير التين. طبعا عصير التين هو دايما ما بيبقاش مسكر، بس اللي بيحب عامه السكريات او الحاجات دي هيفهم اللي انا بقوله. انا هنا ده التين عادي بنعمله عصير، بيبقى حلو قوي. ضفنا عليه كوبايه من السكر، برضو ما كترتش من السكر، طبعا السكر اختياري. عندي هنا الميه متلجه، وبحاول انزل بشفشق في الشفشق، في نفس الشفشق يعني، بالميه. طبعا لو عندي تلج، انا ما عنديش تلج فكانت الازازه متلجه فبصب بيها يعني. ونضربه كده في الخلاط ونصفيه زي اي عصير بنعمله. عصير المانجا، عصير الليمون، اي عصير عندي بصفيه زيه عادي اهو بالشفشق. ومعانا مصفى كده وننزل بيه. طبعا انا كده شلت كل البذر اللي فيه اهو. كده خلصنا ده البذر بقى كله اللي احنا مش عايزينه. معانا هنا بقى كوبايات، ونصب كده حاجه في منتهى الجمال، وبارد كده والجو حر يرطب على القلب. شايفين الجمال؟ منتهى الجمال. شايفين الروعة بقى والجمال والحلاوة؟ حاجة تفتح النفس بجد، مش عشان انا اللي عاملاها او عشان انا اللي عاملاها بجد فعلا، بس هي فعلا حاجة روعة. ما بين الكوكتيل الفاكهة الموز والشوكولاتة، وما بين التين الشوكي. انا عندي هنا ولادي بيتخانقوا على الشاليمو، المهم اللي يحط الشاليمو. اهم حاجة استاذ ياسين لازم يحط لي الشاليمو. انا معايا هنا بحط 2 شاليمو لو سمحت، على رأي الليمبي. شايفين الجمال والروعة؟ وندوق بقى الكوكتيل الموز الاول.